هنبتدي بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن المصطلحات في ال HBL. نسمع عن السوفت تاتش، نسمع عن التكتشر، نسمع عن الكربون، نسمع عن الروك بورد، ملمس الرخام، افكت الرخام، بديل الرخام. كل دي مصطلحات بنسمعها، عايزين نشوفها بعينينا عشان خاطر نعرف نتعامل بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. في شركات كتير موجودة في السوق المصري، الكارتيلات بتاعتها موجودة في السوق المصري، بس أنا هتكلم عن الكارتيلات اللي معايا. مش معنى كده إنها أفضلهم، ولكن هي المتوفرة معايا. في شركات كتيرة في السوق منزلة منتجات جميلة، وبس للأسف كارتيلاتها مش معايا. أول حاجة هنتكلم عن التكتشر. التكتشر ده اللي هو ملمس الخشب الطبيعي. ملمس الخشب الطبيعي مثلا شكل وملمس، زي مثلا زي ده كده اهو. شايف الملمس بتاعه واخد تجاعيد الخشب. الملمس بتاعه واخد تجاعيد الخشب، ونفس لون ثمرة الايه الخشب. هنتكلم مثلا عن السوفت تاتش. السوفت تاتش ده زيرو لمعة، ده زيرو لمعة، تمام، بألوانه. في ملمس اللي هو الايه الحجري. يعني بص الكود هنا، بص يعني شايف شكل الشيت عامل ازاي بالتجاعيد اللي فيه. التكتشر برضو في شركة تانية، تمام. السوفت تاتش زيرو لمعة. الكربون دوت برضو شيتات HBL، بس بتبقى مخصصة للأماكن اللي هي فيها زي إشعاع، مراكز الإشعاع، الأبواب بتاعة الغرف، المستشفيات، حاجات زي كده، تمام. دي برضو بتبقى شيتات HBL بمقاييس معينة، دي بتبقى للمستشفيات. السوفت تاتش، تمام. الحاجات دي منتج مش نهائي، يعني انت حضرتك ممكن تطلب الشيت اللي انت عايزه وتلزقه على نوعية الكونتر اللي انت عايزها، تمام. يعني حضرتك ممكن تاخد الكود بتاع الشيت تطلبه وتلزقه على نوعية الكونتر اللي انت عايزها. الالوان ال HBL، البدائل الرخام مثلا اهو، افكت ملمس ناعم شكل رخام، ده بالنسبة لل HBL، ونفس اللمعة. بصوا اهو، تمام. ال HBL العادي الناعم بجميع اكواده، اوكي. ده في اكتر من شركة، تمام. يعني اهو ده الحجري اهو، نفس الملمس، تمام. ده ال HBL الناعم العادي، ده الرخامي، تمام. دوت احنا زي ما اتفقنا ان دوت منتج مش نهائي، تطلب الشيت اللي انت عايزه وتلزقه على نوعية الكونتر اللي انت عايزها. منتج نهائي، المنتج النهائي مثلا هنلاقيه اللي هو هنخش بقى في الايه، في الاي جي تي والبي اي تي. ده منتج نهائي، ده سوبر مات ضد البصمة، تمام. وديت درجات دوت. حضرتك هتطلب الكود هيجيلك لوح كامل زي ما هو، تمام. بدائل الرخام ألواح كاملة، وأكواد تانية PVC باللمعة بدرجات ألوانها، ميتاليك، بديل الرخام بدرجاته، ماشي. في شركات تانية موجودة في السوق كتير، موجود فيها نفس الايه الاكواد. الاكريليك، اكريليك بالوانه، ده بتاع شركة طبعا معروفة في السوق المصري، ده بيبقى على كونتر. الاكريليك
بيبقى على كونتر، دوت بيبقى على MDF كثافة عالية جدا، دوت يتلزق على كونتر، يتلزق على MDF. كل الاكواد ديت تتلزق على كونتر وMDF. تمام. ارجو يكون الشرح وافي، وشرح مبسط مختصر لكل عميل لكل مبتدئ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.